من اكتر الحاجات اللي ممكن نكون بنأذي بيها اطفالنا هو ان انا احسسه ان انت المثالي دايما. فكرة الجولدن بوي، انت احسن واحد في كل حاجة، او انت ابني الكبير، او انت ابني الصغير، وانت اللي دايما متعود عليك ان انت لا بتكذب ولا بتقول حاجة غلط ولا بتغلط اصلا. ده ساعات بنحس ان انا محتاج تبقى احسن حد في الدنيا، بس احسن حد في الدنيا دي اللي انا ببقى شايفها ميزة ممكن تكون اكبر عبء بحطه على ابني او على الطفل بتاعي، لان هو بيكبر وهو شايف ان هو ما ينفعش يغلط. انا لازم اعمل كل حاجة صح، ومش بيبدأ يقبل خطأه، لان خطأه بيبقى جريمة كبيرة جدا انا مش قادر اقبلها. اي حاجة انا بعملها غلط انا متعود من صغري ان ده ما ينفعش يحصل، كله ممكن يغلط الا انا. فبيبدأ يبقى فيه اخفاقات في الحياة كطبيعة عامة للحياة، لكن انا مش بقبلها. ما بقبلش اطلع التاني، ما بقبلش ادخل بطولة وما احققش فيها مركز اول، ما بقبلش حتى ان انا اجيب 9 من 10، لان انا دايما في مقارنة مع نفسي ومع احسن حد في الدنيا اللي انا ما اعرفش مين ده. ابن خالتك، بص بنت خالتك، بصي جايب كام، انت ليه ما طلعتش الاول؟ انا عملت لك كل حاجة في الدنيا، انا قدمت فلوس وقدمت مجهود وخدتك وديتك التمرين ودفعت فلوس المدرسة، انت ايه اللي ناقص؟ اللي ناقصه فعلا ان هو مش بيتقبل اخطائه. احنا محتاجين نخلي اولادنا يتقبلوا فكرة الاخفاق. انت كنت شاطر جدا في الدراسة، رحت التمرين، انت مش اشطر واحد في التمرين ده، اتس اوكي، مفيش اي مشاكل. الفكرة ان احنا بنخلط بين اللي احنا بنعمله وبين ما نحن عليه حقا، لان انا قيمتي دايما بتتربط بالعشرة من 10، اقل من ده انا كده قيمتي نزلت، فدايما بيخليه مهدد ومحطوط تحت الضغط بتاع ان انا لازم احقق حاجة، وده بيبقى اكبر جريمة احنا ممكن نعملها للاطفال.